السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شوية شوية من الحاجة مع إيمان، ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي كنتمنى بحال ديما يعجبكم. قبل ما ندوزو الفيديو اليوم بغيت نبارك لكم العواشر ونقول لكم ذكرى مولد نبوي سعيد، الله يدخلوا عليكم الصحة والسلامة وباش ما تمنيتو إن شاء الله. واخا هاد الأيام كثر القيل والقال على أن هاد المناسبة بدعة ما خصناش نحتفلوا بها، ولكن حنا المغاربة ما تجيناش نهار اللي من الصغر وحنا كابرين أنه ذكرى مولد النبوي وما نحتفلوش به، كتجينا شوية صعيبة ولا شوية قاصحة. عليها غالبًا الأسر المغربية كيحتفلوا بهاد النهار، كيديروا الحليوات، كيديروا الماكلة اللي كدار في الأعياد، كنلبسوا لباس تقليدي، كل واحد وشنو كيدير. صافي دابا ندوزو للفيديو د اليوم، غادي نبدا لكم من الفطور ديال العيد. هذه هي الطبيلة ديالتنا اللي الأغلبية ديال هاد الشي تشاركته معكم في الفيديو ديال البارح اللي تشاركته معكم. بالنسبة للطبيلة ديالتنا كيف ما قلت لكم أهم حاجة خاصها تكون هو هربل. هربل معروفين بين تس مراكش كيجي لذيذ وزوين وصحي. بالنسبة للهربل كيتقدم مع العسل والزبدة البلدية، ولا يمكن لكم ديروا بحالي غير بالزيت العود حيت ما كتعجبنيش الزبده البلديه ولا العسل. صافي وما نساوش الرغايف البغرير الحلوه ديال العيد، كل واحد وشنو كيدير. صافي هذه هي الطبيله ديالتنا، كنتمنى تعجبكم. بعد ما تشاركت معكم الطبله ديال الفطور غادي ندوزو نيشان للغدا اللي كنت باغا نصورو لكم بالصوت باش يسهل عليا القضيه في المونتاج وداكشي. ساعه الا خليت الصوت الاصلي غادي تبقاو تسمعوا الصداع اكثر ما تسمعوني انايا. عليها قلت ماشي مشكل نحيد داك الصوت كله ونعاود نسجلو من الأول. صافي هادشي اللي كاين، دابا غادي ندوزو للغدا باش تشوفوا شنو وجدت. دابا غادي ندوزو باش نوجدو الغدا. بالنسبة للغدا غادي نبدا بالرز اللي هنايا خديت القياس نقيتو وخليتو في الماء يدزق ليا واحد شوية. وبالنسبة للرز غادي نديرو بالمايونيز بالحامض بالمايس بالخضرة خيزو وبطاطا من بعد ما غادي نسلقهم. المهم من بعد دابا نتقاسمو معاكم. وهنايا بالنسبة للغدا غادي نديرو الحوت في الفران، وهاد الكلامة غادي يكون بالمطيشة. من بعد بديت كنوجد الزعلوك ديال القرعه اللي كيتماشى بزاف مع الحوت كيجي زويون. بالنسبه للزعلوك ديال القرعه كناخذ القرعه كنقطعها كنزيد معها شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، شويه ديال السودانيه الحاره، وشويه ديال الثومه والربيع وصافي وزيت العود. ما كندير فيها لا ما لا والو، كنخلط هادشي مزيان ومن بعد كنقص عليها البوطه وكنخلي القرعه حتى طيب ليا هي راسها كطلق الماء ديالها، وفي الاخير غادي نزعلكها. وبالنسبة للطويجين ديال الكالامار فغادي نحتاجو ليه جوج مطيشات محكوكين، 3 ديال الثومات اللي حتى هما محكوكين، شوية ديال القزبر والمعدنوس، شوية ديال زيت العود، شوية ديال الملحة، التحميرة، شوية ديال السودانية الحارة، شوية ديال البزار وشوية ديال الخرقوم غير شوية البنات، وشوية ديال الزعتر اللي تيكون يابس ومطحون. وغادي نحتاجو العصير ديال الحامض. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نديرو، كيبقاو على حساب الكمية ديال الكالامار واش عندكم كتير ولا لا. غادي نخليها تيتشحن ليا مزيان، ما غادي نزيد عليه لا ما لا والو. من بعد ما غادي تشحن ليا عاد غادي نزيد عليه الكالامار. انايا كنت باغيه نصور لكم القرعه وليني مع البخار ديال الطياب وداكشي ما كتبانش مزيان. انا غير بغيت نقول لكم راه ما دايراش فيها الماء وليني هي كتطلق الماء ديالها، خاصكم غير تغطيوها وتنقصوا عليها البوطه وما تخافوش عليها. صافي هنايا من بعد ما كتشحن لنا مطيشه كنزيدو القياس ديال الكالامار وكنخلطوه مزيان حتى نحسو بالكالامار تلبس لينا بديك المطيشه. وصافي من بعد غادي نسدو عليه ولا غادي نغطيو الطاجين ونخليه حتى يطيب لينا. الا بان لكم الماء قلال، انا كيف ما غادي تشوفوا معايا راه ما زدت لا ما لا والو، ولكن الا بان لكم الماء قليل وما طلق لكمش الكالامار الماء هو مطيشه فزيدوا شويه ديال الماء اللي يكون سخون. وبالنسبة للشرموله اللي غادي نديرو في هاد الحوت اللي غادي يدخل من بعد الفران، فتقريبا نفس الشرموله اللي درنا في الكنامه غادي نديرو شويه الملحه، شويه ديال الثومه اللي محكوكه، شويه ديال عصير الحامض، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، التحميره، الكمون وشويه ديال الزعتر. وما غاديش نساو القزبر المعدنوس والزيت العود. صافي هذه هي العطريه ولا هذه هي الشرموله اللي غادي نحتاجو. غادي ناخدو داك الحويتات غادي نقطعوهم واحد شويه ولا غادي نفلحوهم غير شويه من الفوق وغادي نشرملوهم مزيان. وبالنسبه للخضره فغادي ندير غير الفلفله بوحدها حيت الخضره الاخرى غادي نديرها مع الرز. غادي ندير غير الفلفله. المهم انا غادي نتقاسم معكم الفكره وانتم ديك الساعه ديروا اللي كيعجبكم، راه حتى باش كديروا الخضر في هاد الصينيه ديال الحوت فكتجي لذيذه بزاف. وصافي من بعد ما غادي نشرم الحويتات مزيان غادي نغطيوهم بداك الورق ديال الطبخ ومن الفوق بابي لامينيوم وغادي ندخلوهم الفران. كيف ما كنعرفوا الحوت ما كياخذش الوقت بزاف يعني دغيا كيوجد.
ومنين تقاسمت معاكم الحوت قلت علاش لا ما نتقاسمش معاكم هاد الفلفله اللي كتكون حاره اللي كتجي زوينه مع الحوت، واخا انايا ما كناكلش الحار بزاف، ولكن اللي كياكل الحار بزاف قالوا لي كتجي زوينه. المهم بالنسبه لهاد الفليفلات عندنا في الجرده وكنحيرو شنو نديرو بها. ماما رقداتها في زيت العود كما كتشوفوا معايا ديك الزويته راه كانت مرقده فيها الفلفله. وكاينين بزاف ديال الطرق، يمكن لكم ديروا الزيت وهي بارده كيف ما يمكن لكم ديروا الزيت حتى تسخن عاد زيدوا عليها هاد الفلفله. وبالنسبه للفلفله ما تنساش الا كنتو بغيتو ترقدوها في زيت العود فلحوها واحد شويه عاد حطوها في الزيت. هذه هي الغديوه ديال ذكرى المولد النبوي ها هي وجدات. بالنسبه دوك الحويتات من بعد ما خرجناهم من الفران فهذا هو شكلهم. وبالنسبه للشلايط غادي نبدا لكم بالرز، فهذا هو شكلها من بعد ما طاب ليا الرز والخضار اللي فيهم الجلبانه وخيز وبطاطا. خلطت كلشي بالمايونيز، زدت عليهم شويه ديال الملحه، شويه ديال عصير الحامض، شويه ديال الزيت. يمكن لكم تزيدوا حتى الربيع، انا هاد المره ما بغيتش نزيد فيها الربيع، كيبقى داكشي كل واحد وشنو كيزيد. بالنسبه داك الفلو اللي كيبان لكم البنات راه درتو غير باش المعالق ما يبانوش فيهم، علاه ما كنبغيش نحط المعالق والماس في الطبله. هاد النهار نسيت وانا دابا درت لكم الفلو باش ما نبانش. وبالنسبه داك الطويجين ديال الكالامار فهذا هو شكلهم من بعد ما كيوجد لينا، فكنزينوه بشويه ديال القزبر وشويه ديال الزيتون. اما الزعلوك ديال القرعه فهذا هو شكلها، كتجي زوينة لذيذة وخلاص القرعة كتمشى بزاف مع الحوت. وآخر شلاضة درنا هي ديال الخاص ومع الليمون وديال الخيار حتى هي كتجي لذيذة بزاف وزوينة. وبالنسبة للبنات داك العصير راه ديال الحامض وفايت لي وتشاركت معكم الطريقة ديالته في واحد الروتين كيجي زويون، كنتمنى تكونوا قيدتوا المقادير ديالو وجربتوه حيت كيجي ساهل وزويون وكيبقى فحال مركز. من بعد كتبقاو تزيدوا القياس ديالكم ديال الماء. صافي ديال الغديوه ديال اليوم، ومن بعد غادي نشارك معكم داك الكلاص اللي درت البارح، غادي نوريكم دابا الشكل ديالو النهائي. وهذا هو شكل النهائي من بعد ما بات لينا كلها في كونجيلاتور وقصح لينا واحد شويه. زيناه على هذا الشكل، بقى تزيين اختياري، يمكن لكم تفرشوا ليه ورقه ديال بسطيله حتى هو كيجي زوين. من بعد ما كتحمروها كديروها من التحت كتجي زوينه. بعض المرات كنديروا بسكوي في الجناب، بعض المرات كنعمروا داك الوجه كله بلي فخوي ولا كراميل. دابا نحط لكم واحد التصويره دابا تفكرتها نقلب عليها ونحطها لكم، كنت درتها في العيد ديال الفطر. المهم كيبقى تزيين اختياري، كيف ما كتشوفوا شكلو كيجي زوين بحال هكا. الا درتو شي عراضه كيجي شكلو زويون وكيتقام اقتصادي. دوك الخنيشات ما تيكونوش غاليين بزاف، واقيلا 13 درهم الواحد، تيكونوا اقتصاديين وكتذوقوا على حسب الشكل اللي كتبغيو نتوما. وصافي دابا تقريبا النهار قرب يتقادا. بالنسبه للعشاء ما درنا شي حاجه كثيره، درنا غير لي فخوي. ونسيت ما نقول لكم عاوتاني البنات راه هاد النهار ما فيش غير ماكله، كنحاول نتقاسم معكم غير الماكله فحال هكذا، ولكن دار فيه شحال من حاجه. واهم حاجه هي الصلاه القران والصلاه على النبي. ما كنبين لكمش هادشي حيت شي حاجه اللي باينه وطبيعيه اي واحد يديرهم. صافي هادشي اللي كاين، تقريبا قربت نوصل لنهايه الفيديو. اخر حاجه درتها في هاد النهار هو نقاد لكم المونتاج ديال هاد الفيديو ديال العيد، باش هكذا نزرب عليه وما نخليش يتراكم حتى من بعد شهر ولا شهرين عاد نحطو لكم. صافي هنايا جالسه نقاد لكم هذا المونتاج وصافي. فيديو اليوم سهله، كنتمنى يكون عجبكم. بحال ديما نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.